وريفها ينضم إلينا أحمد عبد الرحمن الناطق باسم المركز الإعلامي السوري من حلب. سيد أحمد، ماذا عن آخر التطورات في حلب، وخاصة أنها تشهد توحيد لألوية وكتائب الجيش السوري الحر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. في البداية تعرضت عدة أحياء من مدينة حلب للقصف بالطيران الحربي والمروحي والمدفعيات الثقيلة كالشيخ مقصود والميسر وبعيدين وباب النصر والصاخور والمرجي وهنانة والنيرب والمعادي وصلاح الدين والسكري والإذاعة والفردوس. أما بالنسبة للاشتباكات فقد دار اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الحر وميليشيات الأسد في أماكن متفرقة من حلب والريف. فقد وصلت ألوية معتصم بالله حصارها الخانق على الفور 46 بريف حلب الغربي لليوم الثالث على التوالي، وقتلت 21 جنديا نظاميا نتيجة الاشتباكات التي دارت، وإلى الآن تدور الاشتباكات في هذا الفوج. نعم، هل تم السيطرة بشكل كلي على هذا الفوج؟ لم يسيطر كليا على هذا الفوج حتى الآن. نعم. تم تدمير 4 دبابات ورجمة صواريخ وتدمير والاستيلاء على مدفع عيار 130 من الطرف الجنوبي، والاستيلاء أيضا على الكتيبة 526 من الطرف الجنوبي. اختي الفوج 46 عندما يذكر نعم. لا البعض يعتقده بأنه فوج صغير. الفوج 46 مساحته تقدر بمئات الهكتارات، عدد أفراده بين جنود وضباط يقدر بين 2000 جندي وضابط. نعم، إذا ماذا يحتاج الجيش السوري الحر للسيطرة بشكل أكبر على هذا الفوج؟ في الساعات القريبة إن شاء الله سيتم السيطرة على هذا الفوج بإذن نعم. الله. تم تدمير كما ذكر العميد الركن أحمد الفج أنه تم تدمير الحواجز المحيطة بالفوج، وتم الهجوم على الفوج من الطرف الجنوبي والسيطرة على بعض المناطق به. أيضا دارت اشتباكات عنيفة داخل مدينة حلب كما حصل في حلب الجديدة والميدان وبستان القصر والإذاعة والزبدية والعرقوب ودوار الجزماتي وكرم التراب. أما الوضع في الريف فالطيران الحربي والمروحي يغير على كل مدن وقرى الريف الغربي منذ 3 أيام تزامنا مع الاشتباكات التي تجري داخل الفوج 46، نظرا لأهمية الفوج بالنسبة للنظام، حيث تعرضت كل من الأتارب وكفرناها وأورم الكبرى وأورم الصغرى وعويجل وباتب وكفر حلب وكفر كرمين والأبزم وتقاد وقبتان الجبل بريف حلب الغربي القصف. وآخر شهداء هو منذ قليل حيث سقط شهيدا في قرية الأبزم وعمره 5 سنوات نتيجة القصف بالطيران الحربي. كما تعرض مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي للقصف بالطيران الحربي كما حصل في مارع وتل رفعت وحيان وبيانون. أيضا هناك انقطاع تام للكهرباء عن معظم الريف الحلبي نعم. الشمالي والغربي. نعم، يعني سيد أحمد، هل هناك أو لا زال استهداف الإعلاميين والناشطين الإعلاميين في حلب وفي عموم سوريا حسب معلوماتك؟ هل لا زال الاستهداف متواصل عليهم؟ القصف على الإعلاميين؟ الاستهداف يعني الاعتقالات، الإعدامات؟ نعم أختي، منذ أول يوم بدأت معركة الفوج 46 قام الناشط الإعلامي حمزة أبو بكر بتغطية أحداث الفوج من منطقة الأتارب. نعم. قام بتغطية أحداث الفوج تقريبا أثناء منتصف الليل قامت طائرة حربية بقصف المكتب الإعلامي في الأتارب، وتعرض الزميل الإعلامي حمزة أبو بكر للإصابات. نعم. نعم، أحمد عبد الرحمن الناطق باسم المركز الإعلامي السوري، شكرا لك على هذه المعلومات. وإلى مهد